اخواتي الزملكاوية، تحليل مباراة الزمالك والمصري وكيف تعامل بيسيرو مع اللقاء. اول 10 دقايق من المباراة كان ماتش حلو بين الفريقين. شوط اول دفاعي جدا من الزمالك، وقد ايه هو بيلعب على التحولات، وقد ايه شفنا محمد شحاتة في كذا كورة بيكمل مع ناصر منسي في المنطقة، والفرصة اللي هو ما كانتش تضيع الصراحة منه. الشوط الاول من المصري كل لعبه ناحية دغموم، وكل لعبه على الكرات العالية والكرات اللي في العمق. ليه بيلعب ناحية دغموم؟ لان دغموم لعيب حلو ومهاري جدا، وقد ايه شفنا كمية تسللات من المصري لانه بيلعب على الكرة الطولية. الشوط الثاني الاكثر انتشارا لنادي الزمالك، احسن من الشوط الاول بكتير. لمسة ايد بتحرم ناصر منسي من هدف حلو جدا بمجهوده، ولمسة يد بتحرم نادي الزمالك من 3 نقط مهمين جدا. علامة استفهام كبيرة نحو تبديلات بيسيرو اللي غيرت اللقاء تماما. انت ما كنتش تطلع ناصر منسي، كنت تشد الزناري في الدقيقة 60 وتنزل سيف الجزيري. كده انت بتلعب بمهاجمين 2 عشان تزود الضغط وتجيب اهداف. انا بشوف اللي انت تخرج راس حربة وتنزل راس حربة دي ملهاش اي لازمة خالص. المفروض كنت تلعب بمهاجمين عشان تجيب اللي. كيف تعامل بيسيرو مع اللقاء؟ انا شايف ان بيسيرو فرط في اللقاء تماما. ماتش سهل كان يكسبه. بيسيرو لعب مع الزمالك 16 ماتش، كسب 7 وتعادل في 7 وخسر في ماتشين. التعادلات كتيرة مع بيسيرو. انا شايف ان بيسيرو لازم يمشي، يعني لازم يمشي. نادي الزمالك ما يصبرش عليه لغاية كده، لازم يجي مدرب اجنبي جديد بعد بيسيرو. قصته الشهيرة مع ناصر ماهر، انت ازاي ما تلعبش ناصر ماهر؟ ناصر ماهر يا جماعة اتكلمنا عليه من بدري وقلنا ناصر ماهر لعيب كورته حلوة، بيعرف يطلع بالكورة، بيعرف يعمل اسيست. فلازم المباراة الجاية ناصر ماهر يلعب اساسي مع عبد الله السعيد، يعني ما يقعدش على الدكة. دونجا اداؤه سيء جدا بقاله ماتشين. لازم دونجا يحس ان هو يعني يحسن اداؤه احسن من كده شوية، لان دونجا سيء جدا. انت دلوقتي يعني نادي الزمالك بتجيله فرص كتير ان هو يكون على المنافسه اقوى من كده. يا ريت لعيبه نادي الزمالك تدرك ان هي بقالها كام سنه ما بتلعبش دوري ابطال افريقيا. لازم الزمالك ولاعيبته من غير اي حاجه بقى يا جماعه، لازم تعرف ان انت ما بتلعبش دوري ابطال افريقيا، بتشارك كل سنه في الكونفدراليه. فلازم اللعيبه تحس بكده، ويعني تلعب اكتر من كده وتنافس عشان يروحوا دوري ابطال افريقيا. بس ده كان كلامي النهارده. اتمنى الناس تقدرني بلايك وفولو واشتراك، وان شاء الله هنزل ريل بسيط اقول مين اللي هيجي بعد بيسيرو. شكرا يا حبايبي.